الله الرحمن الرحيم. من السوق. ايه هو السوق ده؟ أسوان. السوق. أسوان كان في العصر الفرعوني يحصل تبادل تجاري ما بين تجار السودان وأفريقيا، وكله يجي هنا يتمركز في أسوان، وكله يجي يتبادل البضائع مع تجار مصر، ولذلك كان اسمها سوان أو سينين، وبعدين قربت إلى أسوان. احنا هنا فين؟ على جزيرة أجيليكا. أجيليكا دي جزيرة كانت جزيرة فاضية بس على مستوى أعلى من بائرق. إيه بائرق ده؟ الحتة اللي هناك المتصورة بسور من الحديد دي بائرق اللي هو الحد. بيلاق بائرق تحولت إلى بيلاق، إلى فيلاق، إلى فيلة، قربت إلى فيلة. لكن احنا بالنسبة للحدود، يعني في فترة من فترات الزمن كان حدودنا المصرية تصل إلى بائرق ما بين الحدود الجنوبية مع السودان. وفترات طبعا أقدم وصلنا لغاية أبو سمبل، أدندان، وفي السودان نفسها عندنا آثار مصرية، عندنا أهرامات مصرية في السودان. يعني المصريين القدماء لما كانوا يحبوا يتركوا أثر في المكان اللي هم وصلوا له، بحيث تمجيدا إلى هذا المعبود اللي هو نصرهم ووصلهم هناك. على سبيل المثال عندنا تحتمس الثالث له لوحات تذكارية في العراق، وعندنا رمسيس له في سوريا، وله آثار كتيرة في فلسطين المحتلة وفي فلسطين. وتم نقل جميع معبد إيزيس والمعبد الصغير اللي هناك لحتحور. والكشك ده بتاع بيقولوا عليه كشك، بعض علماء الآثار قالوا عليه كشك فسمناه كشك، اللي هو عبارة عن مكان نصب تذكاري لوضع تمثال المعبودة إيست، وتحولت إلى أضيفت الإس فأطلق عليها إيزيس. طبعا بص كده الأعمدة ده مؤثرات اليونانية والرومانية. احنا هنا طبعا تراجان ده في العصر الروماني، يعني حوالي 80 ميلادية تقريبا، وأقام النصب التذكاري ده له علشان الناس تفتكروا انه شيد على الجزيرة الأصلية اللي هو بائرق، يعني وصل بفرمانه وبحدوده ان هو استطاع ان يترك له اثر في بائرق في الحدود المصرية. ده رأي تراجان ان هو لما اقام له هنا الصرح اللي احنا قدامنا ده، او الكشك اللي بيقولوا عليه كشك تراجان هنا. طيب بالنسبة للفن، المؤثرات الفنية، يعني اليونان والرومان دول لما استوطنوا في اسكندرية كان في طبعا الفنانين اليونانيين اللي هم اندمجوا مع الفنانين المصريين، فظهرت عندنا بعض المؤثرات اليونانية الرومانية. يبقى إقامة أو تشييد أي معبد في أي مكان ده من صاحب الأثر نفسه، بيحاول يؤصل نفسه للمكان، يؤصل نفسه يعني يقول أنا صاحب هذا المكان، أنا وصلت لهنا ماشي. فأنت حضراتكم إحنا أيام طبعا الضيوف المصريين والعرب، طبعا هنا لازم توريه وتقول له الفكرة ديت اللي هي طبعا لما بنينا سد أو خزان أسوان القديم واكتمل بناؤه سنة 1936، جات المية زادت لغاية لما غطت الجزيرة بائرق الأصلية اللي هناك ديت، اللي هي تبعد حوالي كده 200 متر 250 متر. فجات هيئة اليونسكو طبعا 1971، وطبعا بالخبراء المصريين والأجانب، فعملوا سور حوالين طبعا جزيرة بائرق اللي هي فيلاق اللي هي فيلة، وعملوا سور من الحديد، وقطعوا الحجارة بتاعة المعبد كله إلى قطع صغيرة، وجم هنا لإنقاذ طبعا معبد إيزيس هنا في جزيرة أجيليكا، وتم تشييده على هذا المكان. طيب بالنسبة للوقت استمروا كم سنة؟
لغاية سنة 1981. يعني تم الافتتاح هنا في المكان الجديد ده سنة 1981، يعني بعد ما تقطيع كل الأحجار كلها من الجزيرة الأصلية إلى هذا المكان، وتم بناؤه وافتتح هذا المكان سنة 1981. يبقى احنا هنا على جزيرة أجيليكا في معبد إيزيس المنقول من الجزيرة الأصلية فين؟ في جزيرة بائريك أو فيلا. طبعا انت لما تتمشى هنا جوه المعبد هتلاقي فيه خط أسمر كده، يعني ايه؟ لون داكن على الحجارة في المعبد كله. دي تأثيرات المية لما كان المعبد مردوم أو معمول كفرنج تحت المية، ده مؤثرات المية. لكن يجي الضيف يقول لك طب ليه الجزء السفلي ده مش اسود؟ قول له لانه في المكان الاصلي كان المعبد الاول اتردم تحت ايه؟ الرملة، وبعدين اتردم ايه؟ او عمل له كفرنج المية بعد ما اتبنى خزان اسوان القديم، والسد العالي تم اكتماله سنة 1971. طبعا بعد اكتمال بناء السد العالي وبناء طبعا خزان اسوان القديم، بيئة المية طبعا في ايام الفيضان تزيد وتملى المكان الاصلي. فطبعا تم تقطيع وانقاذ معبد إيزيس وجلبه الى هذا المكان على جزيرة أجيليكا. المعبد قبل كده انا شرحت اجزاء كتيرة بالتفصيل، وهنا دي معلومة قلنا للسادة الضيوف المتابعين لي على صفحة جمال سعد. شكرا جزيلا لكم جميعا، كل متابعين عبد الفقير لله جمال سعد. شكرا، متاكم الله بالصحة.